أصدرت محكمة جنايات باريس اليوم الجمعة حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات على المغني المغربي سعد المجرد بعد إدانته باغتصاب وضرب شابة في غرفة فندق بالعاصمة الفرنسية في أكتوبر تشرين الأول 2016. وقالت المحكمة بعد 7 ساعات من المداولات إنها مقتنعة بالأدلة المقدمة من الضحية والتي تدين المجرد بتهمة الاغتصاب، وأكدت في بيانها أن المجني عليها وصفت الواقعة بشكل ثابت ودقيق. وأوضحت أنها استندت في حكمها إلى أدلة الشابة ورسالة بعثتها إلى صديقتها تقول فيها: لقد تعرضت للاغتصاب الآن، إلى جانب شهادات موظف الفندق محل الواقعة. وقررت المحكمة اعتقال المجرد على الفور. وتعود أحداث الواقعة إلى 7 سنوات مضت حينما اتهمت الشابة الفرنسية لورا بريول المغني سعد المجرد باغتصابها والاعتداء عليها بالضرب حيث كان تحت تأثير الكحول والكوكايين.